مقبلين على صيف ولازم تعلمون عيالكم خاصة الصغارين الحركة ذي اسمها حركة ايش؟ حركة النجاة. غيرنا اسمه. خلال نص ساعة تعلم طفلك حتى لو ما يعرف يسبح أبدا، فقط تعلمه ما يقاوم الماء، نظام خشبه ما يقاوم الماء بشكل عمودي، فقط ينسدح ويرتخي. يلا سوي لنا حركة. طبعا المسبح ذا عمقه مترين، على طول طبي وسوي الحركة. يلا سوي الحركة على طول. فقط تعلم طفلك وشلون يمتد بالشكل هذا بالماء. لو يقعد يوم كامل ما عنده أي مشكلة إلى ما يجي أحد يطلع. والحركة دي سهلة، علمناك يا تو. خلال كم؟ هذا ما يعرف يسبح ولا بطشت. أنت ما تعرف تسبح ولا بطشت، تعرف؟ يلا سوى. يا جماعة الخير ما أخذ والله ما كمل ال5 دقائق إلا مطبقين الحركة ذي وما يعرف يسبح نهائي. الظاهر ما تسبح ولا بحنفية المطبخ ذا. طبعا هي للصغير والكبير خلاص تفكك. بعدين الحركات والمهارة بعدين تعلم. بسرعة بنيتي يلا. من ارتفاع 2 متر وشوي. لا تزدها يبا، هي تطب. 1 2 3 على طول حركة. اسمه لا تطب على طول الحركة ذي. خلاص لو تقعد اسبوع. مد رجليك زين، ارفعي راسك، ارفعي بطنك، كفو. خلاص اسبوع كامل. لو على بحر وتقعد يوم كامل ما تعبت، لانه ما تقاوم وتنفس ولا تستهلك طاقة وجهد. بعدين تعرف الحركات صح.